خبر حصري ان الارض اتاخدت من الزمالك بصوره نهائيه. النهارده وزير الاسكان طلع في بيان رسمي، ومش هنقول رسمي ان هو اتذاع، بس اتقال الكلام ده، والكلام ده حقيقي وبيسالوني في الكلام ده. النهارده بيقول لنادي الزمالك احنا ممكن نعوضكم بارض تانية. معنى ان انا اعوضك، معنى ان انا خدت منك، معناها ان مفيش رجعه للارض بتاعت نادي الزمالك اللي في 6 اكتوبر اللي اتاخدت بالفعل. كده الموضوع بقى كان فيه لان يعني ادام الارض اتاخدت كده عنوه، وبيقولوا ان هم الناس يعني عملوا وطوروا وبنوا استادات، وانا اشك في الكلام ده، ولا مثلا وزاره الاسكان ليها مصلحه وعايزه الارض، مش عارفين. الحقيقه لازم تظهر في الموضوع دوت، ولازم يعني يكون في حد يطلع يقول الارض دي ايه مصيرها، وهل اتاخدت بصوره نهائيه زي ما سمعنا النهارده وسمعنا من مصادر موثوقه، ولا هو الارض دي خلاص يعني هيتاخد بقى غيرها وهنديكوا بقى واحده بمهله جديده والكلام ده. فاحنا كان خبر مهم لازم نعرفه لكم النهارده، ان الكلام والله كان يعني من مصادر موثوقه، ولا يعني مش عارف. الايام اللي جايه هنشوف فيها القرار النهائي، بس 90% ان الارض اتسحبت. كان معاكم ايدو الصباغ، وما تنساش فولو ولايك، واشوفكم على خير. السلام عليكم.